الرحيم. النهارده يا جماعه انا جايه لكم في موضوع في منتهى الاهميه ومنتهى الخطوره، مش كلام عادي. بصوا بقى، انا عايزاكم النهارده هتكلم معاكم في موضوع مهم. اهم حاجه لازم تشيروا الفيديو ده كويس جدا، وتشيروه على قد ما تقدروا، وتحطوا لايكات كتير ماشي، وتكتبوا لي تعليقاتكم وارائكم تحت ماشي في التعليقات. النهارده جايين نتكلم عن موضوع الذهب اللي غلي، الذهب اللي بقى ب 1700 وبالمصنعيه ب 2000 جنيه طبعا. امبارح كنا رايحين نخطب العريس، فطبعا طبعا في الاتفاقات العريس شاف العروسه وشافوا بعض ومبسوطين وهم موافقين وكل حاجه. جينا بقى في جينا بقى لمربط الفرس. مربط الفرس اللي هو ايه؟ الاتفاقات بقى، الذهب والبتاع. اذ اتفاجئنا بابو العروسه بيقول ايه؟ بيقول لك الذهب يا جماعه مش هيبقى بالالوفات كده، هتجيب ب 50,000 ذهب ولا ب 20,000 ذهب ولا ب 30,000 ذهب. لا، المفاجاه كانت ايه بقى والصدمه؟ ان ابو العروسه عاوز الذهب بالجرام. عايز الذهب بايه؟ بالجرام. عارفين يعني عايز الذهب بالجرام؟ يعني معنى كده ان هو لو هيطلب 50 جرام ذهب، يعني انت داخلك في 100,000. انهو عريس النهارده يا جماعه؟ حرام عليكم. بصوا للشباب، الشباب اللي رمى نفسه في البحر علشان خاطر يقدر يتقدم لواحده وترضى بيه. ارحموا نفسكم وارحموا الشباب. البنات بارد، البنات قاعده، بنات مخلصين كليات وبنات كتير. بلدنا والبلد اللي جنبنا، احنا بلدنا جهور الرمل وعرب الرمل. البنات قاعده كتير، قاعده مستنيه العريس المناسب اللي لسه مواصفاته في دماغها وفتى احلامها. ابو العروسه نقول له يا حاج، ده الدهب النهارده جرام ايه؟ ده الدهب يا حاج ب 1700 جنيه، ده هيوصل بالمصنعيه ب 2000 جنيه. يقول لك لا معلش، اصلا مش هتبقى اقل من بنت عمها وبنت خالتها وبنت عمتها. يا حاج انت مالك يا حاج؟ يا حاج انه شاب دلوقتي اللي هو حتى لو مرتبه ايه بالذي، اللي شغال في التشيبه واللي شغال في الادويه واللي شغال في شركه الكهرباء واللي شغال في البريد واللي شغال في البوسطه واللي شغال هنا واللي شغال هنا، ده كله انه مرتب اللي هيلحق ان هو يجيب لك الشبكه اللي انت بتقول عليها اللي هي ال 100,000 جنيه؟ ده اللي هم 50 جرام دهب بس. 50 جرام، عارفين يعني ايه 50 جرام؟ يعني فقير. اللي كان بيجيب 50 جرام ده زمان كان الفقير. يعني هو دلوقتي لما هيجيب لك 50 جرام دهب، انت هتكسر وسطه. عارف يعني ايه هتكسر وسطه؟ العريس مطلوب منه، ما تقولوش العروسه بتجهز كتير. العريس بيتجهز يا حبايبي شقه وعزال ونجف ونور وكهرباء وحاجات زي دي. ومش عشان الذهب بس اللي غلي وجهاز العروسه بس اللي غلي ان العريس ثابت على موقفه ما بيغلاش. لا، حاجه العريس ما هي غليت، الخشب غلي والاجهزه الكهربائيه السباكه غليت، الكهرباء غليت، كل حاجه غليت، ما فيش حاجه ما غليتش. فاحنا النهارده لما تيجي تقولي لي اصلا العريس وده غير بقى، خدي عندك بقى الفرح. طبعا انا ابو العروسه الفرح بقى بنته لازم يبقى في احسن قاعه وكلام من ده. انا مش عارفه فيه ايه. العريس دلوقتي هيعمل ايه؟ العرسان دلوقتي هيعملوا ايه؟ العرايس مفيش واحده اتجوزت، مفيش واحده من اول ما دخلت الاعداد بعد ثالثه اعدادي يا سيدي، مش هقول لك بعد الثانوي ولا بعد الكليه، لا، من بعد الاعداد مفيش عروسه ما جالهاش عريس واثنين وثلاثه. بس كلهم عندهم نفس السبب اللي هو اصلا انا مستنيه العريس المناسب. عريس ايه المناسب يا حاج؟ وعلى فكره كل العرايس النهارده مش بتبص لان هو بيصلي ولا ما بيصليش ولا بيقرا قران ولا ما بيقراش ولا عنده اخلاق ولا ما عندوش. لا، هي اصلا الحاجات دي اركنها على جنب. اهم حاجه عندها يكون يعني شغال شغلانه كده محترمه، في البترول مثلا، في مطاح في الجيش مثلا، مسافر بره مثلا، وده الاساسي. عارفين يعني ايه مسافر بره؟ فرنسا، امريكا، اي دوله من الحلوين دول، ما جالهاش المواصفات دي خلاص يبقى هي كده لسه العريس ما جالهاش، العريس لسه مش مناسب. طب الجدعان بقى اللي هي حضرتك شغاله في المقاولين، شغاله في التوشيبه، شغاله في شركه الادويه، كل الشغلانات اللي الشركات العاديه اللي احنا بنشوفها. فطبعا ايه، انا مش عارفه يعني. طب واللي هي مش شغال بقى خالص، واللي شغال ايه باليوميه على دراع، وده بقى يعمل ايه؟ واللي شغال فلاح هيعمل ايه؟ حتى اللي شغال في الشركات من ديت يعني، او شغال شغل زي ده، برضك هو مرتبه الاسعار انتوا عارفين ان هي ضربت فوق 3 اضعاف مثلا، مش ضعفين كمان، ده ضربت 3 اضعاف. فالشباب هيعملوا ايه؟ الشباب دلوقتي اي واحد دلوقتي بيروح يتقدم لواحده بترفضه عشان مبدأ الفلوس، علشان الشبكه.
بترفض عشان الشبكه، عشان هو لسه ما جابش المستوى الليفنج بتاعها اللي احنا زي ما بيقولوا، لسه ما وصلتش ما توهيش من الكلام. بصوا بقى، يعني مثلا ايه، احنا هنتكلم في ان انت مثلا دلوقتي عايزه تجيب الذهب، حقي وشرعا ومش شرعا، ماشي انا معاكي. طيب هو انت ظروف البلد وظروف المعيشه وظروف الحياه كده دلوقتي انت فيها ايه يعني؟ لما مثلا تجيبي يا ستي ذهب صيني، هتقولي لي دهب صيني انا البس دهب صيني؟ ما تلبسيش ليه دهب صيني، انت اصلا بتشتروه، حتى اللي معاها دهب يعني بتشتريه علشان هو فيه فرن جميله وحلوه وشكله جميل، وفي حاجات شكلها شياكه وكيوت ومش عارف ايه. طيب ماشي، ما انت ممكن تجيبيه وتلبسيه وكده كده. انا يعني انا مش عايزه اقول لكم ان في ناس كتير قوي عندها دهب وانا منهم، وناس كتير اللي عنده دهب ما بيلبسوش وهو خارج، ده هو محطوط عندنا خزينه. هو انا معاكم ان الدهب زينه وخزينه، بس انت دلوقتي العريس هيجيب منين؟ هيجيب 100,000 جنيه منين عشان يجيب لك 50 جرام دهب؟ عارفين يعني ايه 50 جرام دهب؟ يعني حاجه ما لا تذكر. ده 50 جرام ده اقل حاجه في الذهب، هيجيب لك 100,000 جنيه منين؟ يعني انا بتكلم في نقطه ان دلوقتي الابهات ماشي، العيب مش عند العيله لوحدها، ده العيب عند الاب والام. بيتكلموا في نقطه ان الذهب دلوقتي بقى بالجرام، هي بتتكلم في شركتها بالجرام مش بالالف دلوقتي ولا باتنين ولا بتلاته. انا بكلمكم على الارياف عندنا والبلاد اللي حوالينا والعموم اللي انا شايفاه بعيني. يعني مثلا دلوقتي وحتى جهاز العروسه نفسه، بتلاقي العرايس، وهي انا طبعا زي ما انتم عارفين انا الحمد لله تاجرة ملابس يعني، وتاجرة ادوات منزليه وكلام من ده، وبجيب سجاد للعرايس وبروح مع عرايس اجهزها والكلام ده. طبعا انا بروح مع العروسه، وهي رحت مع عرايس كتير، فطبعا انا هقول لكم على ناس رحت معاهم جبت جهازهم. ناس هقول لك مش مستواهم عالي قوي ولا في الارض قوي، متوسطين، ناس متوسطين ومستواهم العلمي حلو، يعني ناس معاهم كليات طب ومعاهم هندسه ومعاهم حاجات زي كده، واهاليهم برضك ناس موظفين عاديين. ايش فجأة ان انا بلاقيهم قلت بقى يجيبوا رايحين بقى يجيبوا براندات ومش براندات وحاجات ما تتوصفش، لا لقيت العكس تماما. لقيت ايه؟ ان العروسه بصراحه كانت يعني رحت مع كذا عروسه بصراحه محترمين جدا. عاملين ايه؟ جايبه الحاجات الاساسيات فقط، اللي هي تلاجة غسالة بوتاجاز، تمام، ميكروويف، بس ما فيش غير كده. دي في الأجهزة الكهربائية، المروحة، يعني الحاجات اللي هي أساسيات. وجايبة برضك في حاجة المطبخ برضك اللي هي الحاجات الأساسيات، طقم صيني، طقم أركوبال، طقم يعني حاجات إيه اللي هي مش كل حاجة اتنين وتلاتة، مش كل حاجة اتنين وتلاتة، طقم صيني وأركوبال وبايركس وألمونيا وتيفال وده كل ده يعني أنا عايزة أفهم، هل العروسة هتستعمل كل الحلل دي أول ما تخش؟ أكيد طبعا لا، ده هي أصلا بتخزنها فطبعا إيه الحلل اللي هي طبعا جايباها دي كلها، جايبه يعني 7 8 طقم حلل. وفي الاخر تلاقي العروسه ايه؟ شغاله له في الاندومي. اصل انا بحبه. بتحب ايه يا ام الحلل اللي انت رزعتها دي كلها في المطبخ؟ بتعملي بقى ايه؟ عايزه تجيب بيتزا من بره، ده عايزه تجيب كريب، ده عايزه تجيب شاورما. ما انت جايبه الحلل دي ليه؟ والتصاد جايبه سطر تصاد من كل الانواع وكل البراندات. وتروحي بقى للعروسه بقى، روحي بقى العروسه كده باركيلها، تلاقيها جايبه لك ايه؟ العصير في العلب، والكنز زي ما هو مقفول في علبته يعني، والكاسات مرصوصه في قلب النيش قد كده، ومرصوصه جوه في المطبخ كمان، اللي هم بيجيبوا دلوقتي الكاسات للمطبخ وكاسات للنيش، عشان اللي في النيش هتعيط واللي في انا والله بقول لكم بجد، انا رحت مع عند عروسه عشان انا اطهر وبارك ليه. انا دخلت لقيت حاطه للضيوف، يعني في ضيوف عندها اصلا، فانا دخلت بعدين لقيت حاطه للضيوف كنزات كده على ترابيزه الانتريه بتاعي. فبعدين طبعا هي عروسه مني وعليا بقى، فبعدين قمت قلت لها هو انت ان شاء الله حضرتك جايبه الكاسات والبتاع اللي جوه ده، وانت مش مفرغه البيبس والحاجه دي في في قلب كاسات ليه كده، وصينيه شيك بتقدميها، والمناديل اللي عليها والحاجات الحلوه اللي احنا مجهزينها الجميله دي. قامت قالت لي ليه هو انا لسه هطلع الكاسات واغسل الكاسات وارجع ارص الكاسات؟ انا اصلا طلبت من امي تجيب لي كنز مخصوص علشان ما اقعدش افتح من ازايز واصب في الكوبايات. قلت لها هاتي لي كنزات ربط عشان ترصها جوه في المطبخ، عشان اول ما اي حد يجي تقوم جايه رشقاله ازازه الكنز ويشربها وعلى كده. الوليه بقى اما انت جايبه الكاسات ليه؟ ده انت كنت بتتخانقي واحنا بنجيب الكاسات
علشان عايزه كاسات للمطبخ عشان الضيوف. ما انا هخرج وانا مش هخرج من بتوع النيش. قال لا، امال انت ايه جبت دي ليه؟ والنيش زي ما هو ويتنبوا ترابه لحد 40 سنه. احفاد ده هيلاقوا النيش محطوط، والنيش محطوط متخزن ممنوع الاقتراب. ما اعرفش يعني احنا بنعمل في نفسنا كده ليه. وطقم كاسات النيش والبهرجه في الجهاز بتاع العروسه ملوش لازمه. اجر لكم بقى العروسه التانية اللي هي ناس يعني على قد حل خالص خالص خالص، ويعني شغالين باليوميه على دراعهم. برضه جهزت عرايس زي دي اروح معاهم اجهزهم وبتاع، الاقي العروسه يعني حالتهم صعبه. مش هقول لكم حالتهم متوسطه، صعبه. الاقي العروسه جايبه تلاجتين، وتلاجة لأوضة النوم، وتلاجة فريزر، وتلاجة بابين، وغسالتين. غسالتين ده 3 كمان. فوق اوتوماتيك ونص اوتوماتيك واطفال، او اوتوماتيك يعني اي حاجه فيه، وميكروويف، وفرن كهرباء، وفرن عادي، والبوتاجاز. وعندك وجايبه ايه تلاجة الميه اللي هي بتاع القاروره دي. انا مش عارفه ايه لازمتها برضه. القاروره جايبه القاروره ليه؟ انا ما اعرفش. ده يا دوبك دي في العيادات يا جماعه، انا ما اعرفش. ده لحد دلوقتي شغاله بالكل من عندي والله. ما اعرفش. وايه كمان بقى؟ والميكروويف خد عندك والعجان، وهي اصلا لا بتعجن ولا بتعمل فطير ولا بتعمل بتاع ولا بتعمل كيكه ولا بتعمل له اي حاجه خالص. ده انت تخش شقه اي عروسه ما تلاقيش فيها اي حاجه بتتعمل. حاجتها مرصوصه في قلب المطبخ زي ما هي. يا بنتو لما انت محلتكيش وهتسيب ابوك مديون من اهو مخنوق من رقبته، مديون يقعد السنين يسدد فيكي، سواء جايب بالقسط او مستلف او عامل جمعيه، مخنوق من اهو عشان انت جايبه من كل حاجه 2 و3. بس العيب مش على البنت، العيب على الاب والام اللي ساعدوها في الحاجات اللي زي دي. اي نعم، احنا زمان واحنا بنتجهز برضو جبنا حاجات، بس ما كناش بنجيب بالبهرجه دي كلها. ما كانش في البهرجه دي، والله والله ما كان في البهرجه دي. ده دلوقتي العمليه عدت، وكل واحده لازما، والعربيات ماشيه سطر العربيات بالجهاز، يشوفوا مين اللي جايب عدد عربيات اكبر وجايبه ايه. قالوا جايبين كمان ايه السجاد. شوفوا السجاد لازم تجيب طقم غالي وطقم رخيص عشان غيار ايه. غير وانت هتحمل الشقه كل يوم. مع لما تغسلي السجاد يا حبيبتي ما تسيب الشقه عامله شويه. وحافظات سجاد عليه، حافظات سجاد كمان ليه وانت داخله معاك عيال؟ ما لما ربنا يأذن لك ابهاتي يا حبيبتي. اعملي يا ست دفايه اللي ما عندك، اعمليها حافظه على السجاد ده يوم ما العمليه تضرب معاك. ارحموا نفسكم شويه. احنا الجهاز بقينا العريس بنضغط عليه جامد، وابو العروسه بس احنا اللي عاملين في نفسنا كده. فاحنا عاوزين نعمل مبادره اهل بهور وعرب الرمل. عايزين زي ما في ناس محترمه كتير قوي لغوا النيش في جهور وعرب الرمل، وانا اعرفهم شخصيا، لغوا النيش خالص. والنيش بقوا عاملينه ضرفتين صغننين في قلب المطبخ، يعني ضرفه بالازاز كده بتبقى باينه شكلها حلو. في ناس كتير لغته خالص. فاحنا عاوزين نعمل مبادره الغوا النيش ده خالص. يا دوبك هات كام طقم اللي هينزلوا. نبدا نيجي بقى في الشبكه. عايزين برضك نعمل مبادره كده، ونبقى اول بلدين على الجمهوريه كلها نلغي موضوع الشبكه. كفايه عليهم دبلتين وخاتم، كفايه على العريس قوي كده. ويا ست لو انت خايفه على حقك وعلى يعني حقوقك الشرعيه والكلام اللي احنا مالوش لازمه ده، اصلا انت داخله عشان تعيشي مش داخله عشان تدوري على حقوقك الشرعيه. هاتي يا ست اكتبي حقك جرامات في قلب القايمه. بس ملحوظه ولازم تركزوا فيها كويس قوي. ان انت بقى ما تبقيش كاتبالك ال 50 جرام دهب ولا ال 100 جرام دهب وتتجوزوا بيهم. خلاص انا هتجوز بيهم النهارده اجيب الدبلتين وعديها، وتاني يوم بعد الجواز بشهر نلاقيكي غضبانه من جوزك علشان اي سبب تافه، عشان عايزه وتروحي المحكمه وترفعي خلع وترفعي قيمتك وعايزه تثبتي الشقه وعايزه على اي اسباب تافهه ملهاش اي 30,000 لازمه. ده هيبقى حرام عليك، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اي واحده بتعمل كده. في ناس كتير يعني الا من رحم ربي، يعني ناس كتير عاملين الموضوع ده. انا بحسها يعني الا من رحم ربي عاملينها زي تجربه. البنت تتجوز من هنا شهر والتاني تك تقوم جايه غضبانه على اي حاجه ما تعرف لهاش اي سبب، اي حاجه غضبانه وتك على طول من اول ما تغضب، من ليله الغضبان، من اول يوم، يعني من قبل ما حتى يشوفوا جوزها زعلان ولا هي مش زعلانه ولا هي غلطانه ولا مش غلطانه يرفعوا قاضي. ما بيستنوش رجاله تيجي وتروح بقى. كمان دلوقتي، زمان كان في رجاله بتيجي وتروح، لا كان دلوقتي يقول لك ايه، لا ارفع قضيه عدل. واهم حاجه تدور على انها ايه، تمكين من الشقه والقايمه والذهب والمؤخر والمقدم والنفقه وايه. هو انت داخله حرب وربنا مش هيبارك لك على فكره.
ولا انا ما بتكلمش على ان على طول الراجل مظلوم، لا، في رجاله حلوه وفي رجاله وحشه، بس الاكتر دلوقتي النسبه الاكبر في الستات او البنات عموما. وطبعا دلوقتي البنت هي اللي ماشيه رايها. ما تقوليليش ان الاب الاب زمان احنا كان ابهاتنا بيقولوا احنا هنجهز كذا هنجهز كذا، هنعمل فرح كذا مش هنعمل فرح كذا، وكنا بنقول سمعا وطاعه. مش هقول لك ان ما خدوش راينا في الجوازات، لا، خدوا راينا طبعا، بس مش بمزاجك برضه. يعني هم لو شايفين البنات ده كويس ومحترم وابن ناس وهم موافقين عليه بياخدوا رايك. اما لو هم شايفينه من الاول ان هو مش مناسب ليكي، ما بياخدوش رايك اصلا. هياخدوا رايك ليه؟ هم انت اصلا مش هتتجوزيه وهم مش موافقين عليه. اما لو هم شايفينه اصلا ان هو كويس بياخدوا رايك. والله عجبك ووافقت عليه، اهلا وسهلا، بيكملوا الجواز. ما عجبهمش، ما عجبكيش، خلاص برضه ما بيغصبوش عليكي. بس ده مش معناه ان انت ليكي راي الاول. انما دلوقتي راي البنت هو الاول والاخير والاساسي، لان هي بتبص لراي زمايلها في العريس، مش رأيها هي كمان. هي عايزة تشوف رأي زمايلها في العريس ايه، واد كيوت ومعاه فلوس وبيلعب بيها لعب، ولا كحيت ونام على البلاط. اما موضوع الاخلاق ده عادي اركنه على جنب. هي كده كده ما يهمهاش الاخلاق في حاجه، لان هي لو عندها اصلا اخلاق من الاول كانت دورت على فاصفر بالدين تربت يداك، يعني سواء راجل او ست. انت اهم حاجه تدوروا على الدين، دوروا على الدين الاول قبل ما تدوروا على الفلوس. فاحنا عايزاكم بقى كده، يعني احنا اهل غرب على الرمل نبقى اول بلدين نلغي موضوع الشبكه اللي بقى يعني حاجه فوق الوصف والخيال كده. انا معرفش ايه اللي حصل في الدنيا. فاحنا لازم الغلا اللي احنا فيه ده لازم احنا نحاربه. هنحاربه بايه؟ بنفسنا، بينا احنا اول ناس. احنا لو ساعدنا بعض واهل العروسه ساعدوا اهل العريس، وكل واحد يقتصد على قد ما يقدر، وكل واحد يبص لعيشته، محدش يبص لعيشه حد. انت ما تبصيش لزميلتك هي اتجوزت ايه وجابت ايه، لا، بص لنفسك. البنات بايره، البنات قاعدين بايرين، بنات كتير مخلصين كليات وقاعدين مستنيين ايه؟ مش هقول لك مش بيجي لهم عرسان، لا، بيجي لهم، بس بيجي لهم عشان هم مش مستنيين الايه. عارفين انتوا المستوى بقى اللي هي لسه ما لقتش النصيب بتاعها. طب ماشي، انت هتلاقيه امتى ان شاء الله؟ انت هتلاقيه امتى؟ كل دلوقتي الجدعان كلها فرت على بره، سافرت وركبت البحر، ركبت الموت. عارفين يعني ايه ركبت الموت؟ ليه؟ عشان تدور على لقمة عيش، وتعرف لما يقول لك انا لو رحت اتقدمت لواحده محدش هيرضى بيا. ليه؟ لانه عارف البنات طالبه ايه. البنات عايزه يكون مستواه عالي، ما يكونش هي مش عايزه تكافح معاه زي ما امهاتنا واحنا كافحنا زمان وتبدا مع جوزها من الصفر. لا، هي عايزاها جاهز، يعني جاهز مجهز، يكون معاها العربيه جاهزه، ويكون معاها الشقه جاهزه من مجاميعه، وكل حاجه جاهزه. هي تخش بس تقعد، مش هتعمل اي حاجه تانية في حياتها غير انها تقعد. هي ده اللي هي عايزاه. انما ان هي تكافح معاه، لا، هي مش هتكافح معاه، هي مش عايزاه تكافح. هي مستنيه ان شاء الله لما هو بقى هو يكافح ويتل ويروح في الصحراء ويروح في التلج ويروح هنا ويروح هنا ويجيب لها الفلوس. وبعد كده هي كمان بقى من كتر الفضا، ما هو بقى اسباب بقى الطلاقات، بقى نخش على اسباب الطلاق. من كتر بقى الفضا اللي هي فيه، ما هي مش لاقيه حاجه. هي داخله شقتها جاهزه متجهزه، الشقه بتاعتها ايه؟ جاهزه، ما فيهاش اي حاجه خالص. ما بتفكرش انها زي زمان بقى كده، ان انا كنت مثلا انا هحوش عشان نفسي ان انا ايه بعد كام سنه يعني كده نفسي اغير الانتريه بتاعي، نفسي اغيره مثلا، عجبني موديل، فانا ايه اقوم جاي مدبقه من مصروفي واتنين احوش او اخش جمعيه مع زمايلي في الشارع علشان اعمل جمعيه علشان ايه اغير الانتريه بتاعي، او ان انا اشتري مثلا حاجه تانية كمان. عاوزين نشتري اوضه اطفال، زمان ما كناش بنخش باوضه اطفال على فكره. اشتري لي بقى واجهز ايه ده، واجيب اوضه اطفال صغنونه كده، اكون جبت عيلين ثلاثه. ما كانوا الاول كله بناء يعني كل واحد معاه سرير فرداني كده وخلاص، ما كانش في اوضه اطفال ولا بتاع، ما كانش حد بيخش في اوضه اطفال اصلا. فطبعا كانت تدور بقى كده ايه، تدبق قرشين ولا حاجه مع جارتها وتعمل جمعيه وبتاع، وتبقى فرحان انها عملت قرشين صغننين، تجيب اي حاجه في شقتها، تجيب سجاده كمان. كانت جايبه سجاده نص كم كده ولا حاجه، تحطها هي في المطبخ، وتجيب واحده جديده للصاله وهكذا. فكانت كل تفكيرها كله في ازاي تعمل في عيشتها. ليه؟ عشان تساعد جوزها، تشوف اي حاجه صغيره كده تعملها، تفتح لها محل صغنن، تعمل اي مشروع، تجيب بطتين فرختين، تعمل اي حاجه، اي حاجه ايا كانت، كل واحد له ظروفه. لا، دلوقتي عشان هي داخله الشقه كامله من مجاميع وركنه وانتريه وصالون وليفينج
واوضه اطفال واوضه نوم وكل الاجهزه الكهربائيه موجوده والشقه ما فيهاش اي حاجه، فهي من كتر الفضا اللي هي فيه الفضا. وكمان وده غير انها طبعا ملهاش دعوه بحمات، يعني هي اصلا شقتها بس. فطبعا من كتر الفضا اللي هي فيه بتبقى قاعده يعني بقى تتفنن. جوزها تتفنن بقى، هي بتتفنن ان هي جوزها جاي تعبان من الشغل، اصل انت بقى انا عايزه اروح عند امي، اصل انا عايزه ابات، اصل انا عايزه ما اعرفش اروح فين، اصل انا مش عارفه ايه، انا زهقانه من القعده. ما انت اصلا مش شاغله دماغك بحاجات مفيده، انت شاغله دماغك بحاجات، ما انت مش لاقي حاجه اصلا تعمليه. فاحنا عاوزين يعني عايزين نبدا بمبادره كده، عايزين نلغي الشبكه دي يا جماعه، نلغيها خالص. علشان ولادنا سطروا على بناتكم وسطروا على بناتكم وولادكم، البنات والولاد عايزين يتستروا. الجريمه زادت اضعاف اضعاف، وما تجيبوليش مبرر ان الدنيا غليت. فلا الغلا مش هو المشكله، الغلا فين؟ المشكله فينا احنا، عشان احنا اللي عاملين ومزنقين على نفسنا ومقرطين على الشباب ومخلين الجدعان مخنوقه منهم، مخنوقين. هيجيبوا منين؟ مفيش عندهم حل تاني غير كده. ناس بتمشي خلاص، هو قاعد بقى لما يبقى معاه فلوس يتجوز، والتاني ماشي ماشي زي ما هو عاوز بقى يمشي. لكن احنا اللي بنعمل كده في نفسنا. فارحموا نفسكم، ارحموا نفسكم قبل ما ترحموا اي حد، انتوا بترحموا نفسكم. والله العظيم لو كل واحد بدأ بنفسه لا هتلاقي ولا حد هيتكلم في الشبكة دي تاني. بس جربوا انتوا كده، واحد كده ولا اتنين تلاتة يبدأوا بنفسهم ويقول لك انا مش هطلب لبنتي شبكة، انا هجيب لها دبلتين وخاتم وخلاص، او دبلتين كفاية، وحقها يتكتب في القايمه وخلاص. بس امانه عليك والنبي اللي تتجوز تكون داخله عشان تعيش، مش عشان تاني يوم تتطلق. ابوس ايديك، وعشان تاخد الحتتين الذهب اللي مكتوبين في الجرامات عشان سعرهم غالي. ابوس ايديكم، ابوس ايدك، اتقوا الله. ربنا يعني الدنيا يسر وليس عسر، وربنا ما قالش في الجهاز اعملوا اللي احنا بنعمله في نفسنا، دي احنا اللي بنعمل كده في نفسنا. انا محدش هيحاكمك لو ما جبتش لبنتك تلاجتين، محدش هيقول لك، والله العظيم ما حد هيقول لك انت بتعملي ايه، ولا حد هيجي يشيل عنك جنيه، محدش هيجي يديك جنيه. انت اللي هتتخنقي، انت كأب او ام انت اللي هتتخنق من هنا، وانت اللي يعني انت اللي هتتعب وهتبقى نايم مش عارف تنام على المخده بتاعتك وانت عليك فلوس لحد ليه؟ بسبب الجهاز بتاع بنتك، علشان بنتك ضغط عليك، عشان عايزه تجيبه زي زمايلها، وزميلتها ما تقولش عليها كاني ولا ماني. انت ليكي دعوه بنفسك. معلش بقى انا كنت طولت عليكم، مش عاوزه اطول عليكم اكتر من كده، ويا ريت نبدا بنفسنا وكل واحد يبدا بنفسه. وعاوزين مبادره نلغي الذهب ونلغي النيش، نلغي الذهب ونلغي ايه النيش، وربنا المستعان. واسيبكم بقى عشان المغرب هيدن، واتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو ده كويس قوي وتكتبوا تعليقاتكم. هو